لو مسكت الريموت دلوقتي وقلبت ما بين المسلسلات والافلام اي عمل فني عن عالم الرقص هتلاقي السيناريو كالاتي: الرقاصه جدعه دمها خفيف بتصرف على اخواتها والدنيا جايه عليها، من اول افلام الابيض واسود لحد مسلسل ايش ايش. هتلاقي الرقاصه دايما منبوذه من المجتمع، وفي نفس الوقت هي سبب البهجه والفرحه اللي نفس المجتمع ده بيدور عليهم. ودي يمكن اكتر شخصيه دراميه بتفضح التناقض اللي احنا بنعيشه كمجتمع. نحب الحاجه نستهلكها بس نرفضها اول ما تيجي على باب بيتنا. انا نور الصواف وده التاتش بتاعي. تعال اصدمك باغرب تاتش اتحط من العلم على مهنه الرقص. سنة 1995 وتحديدا في شهر أكتوبر، الدكتور محمد فياض رائد أمراض النساء والتوليد في مصر والعالم العربي وقف على المنصة في المؤتمر الدولي للخصوبة والعقم وقدم دراسة علمية بيثبت من خلالها إن البنات في سن المراهقة لو لعبوا رياضات عنيفة زي الجري والقفز ورفع الأثقال هتكون النتيجة إن الخصوبة وفرص الإنجاب هتقل. وعشان تزيد فرص الحمل والخصوبة عند الستات ممكن يعملوا حاجتين: يا إما السباحة أو يتعلموا الرقص الشرقي. يعني لو مستعجلة على الخلفة ممكن تعملي حاجتين: يا تاخدي كورس مع السباحة فريدة عثمان أو الأستاذة فيفي عبده. طبعا كانت مفاجأة للكل في مؤتمر طبي مهم لما دكتور كبير يقول إن الرقص الشرقي هيكون سبب في تحفيز فرص الإنجاب. والأكيد كانت حاجة بره الصندوق لما الرقص اللي دايما بنشوفه صوت سجات، بدلة شيفون، خلخال بيرن مع ضحكة عالية ومجلجلة يتحول لعلاج. ظلمنا إيش في المسلسل طلعت كانت بتعالج رجب الجريتلي. المرة الجاية 1 2 3 4. لكن الحقيقة إن دي مش آخر المفاجآت عن الرقص اللي بدأ بشكل وانتهى بشكل تاني خالص بعد ما اتحط عليه مليون تاتش ومليار حدوتة وإشاعة خليته في عيون الناس عيب وما يصحش. خليني أقولك على سر: لو عندك مشكلة مع الرقص حضرتك أول حاجة عملتها في بطن مامتك هو الرقص نفسه. أكيد سعادتك كنت بترفص وتعب ست الحبايب، مش قاعد جوه بتذاكر فلسفة يعني. أهو فعل الترفيس ده والحركة دي هي أول لغة غير منطوقة استخدمها الإنسان البدائي عشان يعبر بيها قبل ما يعرف الحروف. عرف إزاي يعبر عن شكره للإله بإنه يتمايل بجسمه مع الريح والشجر، وبالفطرة عرف إن حواليه نعم كتير بدأ يقلدها علشان يقول لربنا شكرا. يعني الرقص في البداية كان ليه طابع مقدس، وفي الحضارة المصرية القديمة كان الرقص جزء من طقوس العبادة في معابد الآلهة زي حتحور إلهة الحب والجمال. وكانت البنات بيقدموا حركات رمزية بجسمهم تعبر عن الحياة والخصوبة والأنوثة. وأفلاطون لما جه عندنا مصر وشاف الرقص المصري انبهر وقال عننا: عندما لا يعرف امرئ ما أن يغني أو يرقص فمعنى ذلك أنه لم يتلقى تعليما قط. طبعا وقتها كان اللي يقول بنتي رقاصة في معبد حتحور يمشي في المعبد رافع راسه ويتعامل معاملة الVIP، ويطلع الهرم وبعلو صوته ويقول بكل فخر: يا جماعة باركولي بنتي هميس بقت رقاصة. يعني شغلانة الرقاصة دي من غير ما يتحط عليها أي تاتش كان حلم لكل فتاة في الحضارة المصرية القديمة، بس برضو كان شرط العلم والثقافة مع الرقص. طبعا دلوقتي الموضوع بقى مختلف تماما. جلال الدين الرومي الراجل ده كان شاعر وكان صوفي وكان راقص. كان راقص بس مش زي ما انت متخيل، ده كان بيلف حوالين نفسه ويدور وهو بيقول الشعر. والله كان بيقول شعر وهو بيدور وفي ناس قاعدة حواليه بتكتب اللي بيقوله. الكاتب الأمريكي براد جوش قال في كتابه أسرار الرومي: كان جلال الدين الرومي يدور حول نفسه بينما يتأمل ويؤلف الشعر الذي كان يمليه على آخرين. يعني الراجل ده كان بيكتب دواوين وهو بيلف بجسمه في حالة روحانية. ومع مرور الوقت الرقصة دي بقت فن وبقت طقس وبقى اسمها رقصة الدراويش، واللي أسسها ابنه سلطان ولد. تقول لي يا نور طب هو كان بيلف كده ليه؟ أقول لك: هو كان شايف إن الدوران ده رحلة روحية، رحلة بتبدأ من جوه النفس تطلع لفوق لفوق قوي علشان تقابل ربنا وتلمس الحقيقة وترجع الأرض تاني، بس مش زي ما كانت. ترجع وانت مليان محبة رايق ومتسامح وناضج. وأتباع الطريقة دي اتسموا دراويش المولوية، وكان عندهم طقوس منظمة جدا لازم معاها موسيقى وابتهالات وذكر.
مهما كان الهدف من الرقص لازم هتلاقي حد بيمنعه في كل زمن، زي ما هنشوف قدام في عصور تانية. بس في حالة الرقص الصوفي هنلاقي في عهد كمال أتاتورك بعد الثورة العلمانية الدولة التركية منعت المولوية، بس في الآخر الفن ما بيموتش. القرار ده اتلغى لما الدولة عرفت ان الرقص الصوفي عنصر جذب سياحي مهم جدا. طب واحنا مصر احنا فين من كل ده؟ الطريقة المولوية وصلت لنا من زمان وكان ليها اتباع وطقوس. طب ما الرقص حلو اهو وفي منتهى الحلال اهو، امتى بقى اتحط عليه تاتش العيب؟ هقولك. نبتدي الاول من اوروبا. في العصور الوسطى هم برضو كان الرقص عندهم جزء من الاحتفالات الدينية، ولكن مع صعود المسيحية الكنيسة اعتبرت الرقص مرتبط بالخطيئة. لكن في عصر النهضة رجع الرقص تاني في البلاط الملكي بس بطريقة شيك وبقواعد مختلفة، واتطور لحد ما بقى فن الباليه. بس عندنا في مصر والشرق الأوسط الحكاية خدت شكل تاني خالص. في العصر المملوكي كانت الجواري في قصور السلاطين والأمراء هم اللي بيغنوا ويرقصوا، وبحكم انهم جواري اتضاف عليهم انهم ملك يمين. وطبعا ده غير كتير في الجوب ديسكريبشن للرقاصه اللي كان اخرها انها تتميل بجسمها، فاصبحت في عيون الناس رمز للغوايه والتحرر. والرقاصات نفسهم ثبتوها على نفسهم لما نزلوا الشوارع في عهد محمد علي يرقصوا ويغنوا عشان يحمسوا الناس اكتر انها تدفع لهم فلوس اكتر، فكانوا بيغروهم. كانوا بيغنوا اغاني فيها ابتذال زي اغنيه النحل 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 ياهو وقرصني في بطني النحل ياهو. الرقاصه من دول بقى كانت تقول النحل ياهو وتشاور على الحته اللي اتقرصت منها. انا هسيبك لضميرك الصاحي ونيتك الصافيه وانت تشوف بقى هي كانت بتتقرص فين كل ما تغير الكوبليه. الرقص بقى جزء من ثقافه شعبيه ما قدرتش الامثال الشعبيه تتجاهلها، فلما دورت وقلبت ما لقيتش مثل شعبي واحد في صف الرقاصه. يعني عندنا مثلا اللي ما تعرفش ترقص تقول الارض عوجه، حكمه ضد اللي بيفشل ويبرر. وكمان عندنا اللي رقصت على السلم لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. دي بقى بتوصف التردد اللي مش مع ولا ضد، واقف في النص، خايف يقول الصراحة أو خايف حتى يفرح الناس. وكمان عندنا أول الرقص حنجلة، يعني باين من أولها كده مش هيجيبها البر. بس حتى لما تتظبط الرقصة يطلع لنا مثل تاني يقول ما يحوش عن الرقص إلا قلة السجاط، يعني لو مش معاها عدة الشغل تبقى كسولة. حتى المثل ما ادهاش العذر، لا قلة مزاج ولا تعب ولا حتى ظروف. الأمثال الشعبية خلت الرقاصة نموذج للكسل والفشل والتردد. بس خد بالك الرقص لحد القرن ال18 ما كانش لسه اسمه رقص شرقي. الاسم ده طلع بعدين لما الفرنسويين وبعدهم الإنجليز بدأوا يتوسعوا في الشرق. وقتها ما كانوش بيقولوا عليهم رقصات، كانوا بيقولوا هشك بشك. هشك جاية من الهز زي ما بنقول كده هشك النونة، أما بشك فجاية في معاجم اللغة من التعبير ناقة بشكة، يعني الناقة الخفيفة في المشي والروح. لما نحط هشك مع بشك يبقى معانا الهز الخفيف السريع، وده وصف دقيق لجسم الست اللي بترقص وتهز مناطق كتير في جسمها. وفاجئك بقى على فكرة الرقص مش كله زي بعضه. يعني مثلا الغزية في الريف كانت بتركز على هز الكتاف بشكل أساسي، إنما بقى الرقاصة في شارع محمد علي كانت بتهز كل حاجة، دراعين رجلين منطقة البطن. ولما الرقاصة كانت تترقى في المجال ده كانت تبقى قسطة أو علمة. وكلمة علمة دي جاية من اللي عالمة ببواطن الأمور اللي بتعرفها من قعدتها مع الأمراء والبشوات. والعلمة هي اللي بتعلم البنات الجداد فنون الحركة وتسلمهم أسرار المهنة، حركة بحركة وهزة بهزة. عرفتوا ليه الرقاصة بتقول للعلمة يا قبلتي؟ عشان هي قبلتها فعلا اللي علمتها كل حاجة. ولما جت الحملة الفرنسية ومن بعدهم الإنجليز، الاتنين كانوا جايين من بلاد مليانة كبت وقيود اجتماعية ودينية، رسمين بقى في خيالهم صورة للست الشرقية، صورة كده واخدينها من كتب زي ألف ليلة وليلة. الرقاصة اللي لابسة شيفون وبتستخدم كل حركة في جسمها في فن إغواء ناعم ساحر على أنغام موسيقى شرقية فيها الرغبة والغموض. الفرنسيين لما شافوا ده سموه دانس دي فوندغ أو رقص البطن، أما الإنجليز فقالوا عنه أورينتال دانس الرقص الشرقي. وطبعا ما اقولكش عن الصورة النمطية اللي ثبتت في دماغهم، الرقاصة الشرقية اللعوب اللي بيقع في حبها القائد الإنجليزي جوني وسايب أوليفيا والعيال في لندن قاعدة تزغط في بط
وتربي العيال، وهو يا حبة عيني قاعد في مصر بيزغط بطة تانية خالص. خدتي يا بنت. نفسك يا بنتي اموت في النسوان الشديد. وفضل الرقص مرتبط بالخلاعة والمجون لحد ما جت الست بديعة مصابني وحطت سيستم محدش يدخل الكباريه عندها الا وهو واخد البكالوريا في الهز. ما هو مش اي واحده تصحى الصبح تقول انا رقاصه، واللي تبقى في كباريه بديعه لازم تتعلم الرقص على اصوله وتفهم موسيقى صح علشان تاخد فرصتها وتطلع على المسرح قدام الجمهور. تقول لي التاتش بتاع الست بديعه ده غير ايه في الرقص؟ اقول لك غير كتير. ودي كانت بدايه فصل جديد في حكايه طويله، حكايه الرقص الشرقي اللي لسه فيه محطات كتير وتفاصيل محدش خد باله منها قبل كده. انا نور الصواف، وده كان التاتش بتاعي. لو حبيت الحكايه استناني في الجزء اللي جاي، وما تنساش انت بقى تعمل التاتش بتاعك باللايك والشير والسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان الحلقه اللي جايه فيها اللي هيخلي الصوره تكمل.